ايه اكبر كذبة ممكن تكون صدقتها في الجيم؟ ان لازم كل تمرين تخرج من الجيم مش قادر حرفيا، وكل بقى ما تتعب اكتر هتبقى النتائج احسن واسرع. ناس كتير بتفتكر ان لازم التمرين يكون ساعتين او ثلاثة، او تعمل 10 تمارين للعضلة الواحدة وتوصل للفشل العضلي في كل مجموعة. في الاخر تلاقيهم بعد شهور جسمهم ما اتغيرش بالشكل اللي كانوا متوقعين. انك تبني عضل مش بيعتمد مين تعب اكتر، بل بيعتمد على مين بيتمرن بذكاء. ويعني ايه يتمرن بذكاء؟ يعني يكون عندك برنامج مناسب ليك، بتزود الاوزان او التكرارات تدريجيا مع الوقت، وبتدي لكل عضله حجم تمرين مناسب من غير مبالغه. وبعد التمرين لازم توفر لجسمك اللي محتاجه من بروتين كفايه وسعرات مناسبه لهدفك، والنوم على الاقل يكون من 7 ل 9 ساعات نوم. وافتكر ان العضله مش بتكبر وانت شايل الوزن، العضله بتبني نفسها لما تغذيها كويس. وعندنا مثل مصري بيقول العضلات بتتصنع في المطبخ. ولو فضلت بقى تضغط على جسمك كل يوم من غير راحه، فغالبا هتلاقي ادائك بيقل واصاباتك بتزيد. فالهدف هنا مش ان انت تخرج من الجيم ميت او تعبان، الهدف انك تخرج عامل تمرين يخلي جسمك يتحسن اسبوع بعد اسبوع. فاهم حاجه هنا يا صديقي ان انت تهتم بالاكل والتمرين المظبوط، وما تضغطش على نفسك، واحده واحده على نفسك، والموضوع هيجي تدريج. وفي النهايه بقى احب اسالك ايه اكبر معلومه او كذبه كنت مصدقها في الجيم؟ اكتبها في الكومنت ويمكن هي تكون موضوع الفيديو الجاي.